احنا بنتألم لما بيجي الوجع من أقرب الناس لينا، اللي هم في الأساس بالنسبة لنا ممكن مجرد أصحاب أو معارف. لكن لما يجي الوجع من الناس اللي احنا حتة منهم وهم حتة منا، بيبقى وجع تاني خالص. الناس دي هم المنطقة الآمنة في حياتنا، قلوب بتطمن لها ومش مديها أي خوانة. وكلامي هنا عن وجع الأهل، واللي الوجع منهم بألف وجع، والضربة منهم زي ما بيقولوا في مقتل. لأن الطبيعي لما حد يسمع كلمة الأهل أول حاجة تيجي في دماغه معاني حلوة كتير: السند، الحب، الأمان، الطبطبة، كل المشاعر الجميلة الصادقة. لكن مش طبيعي أبداً إن إحنا نتأذي بسببهم، وإن هم اللي يأذوا أقرب الناس ليهم. في اللحظة دي الصدمة بتكون قاسية جداً. يمكن ساعتها اللي بيتعرض لحاجة زي دي بتكون السبب في إنه بيفقد الثقة في كل الناس، لأنه طبيعي هيثق في مين تاني. أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من أسرار شخصية، بعنوان الحلقة أذية الأهل. الموضوع ده تحديداً جالنا فيه رسائل كتير قوي قوي، وطلبوا إني أقرأ رسائلهم، مع إن الموضوع صعب عليا قوي. يمكن ربنا كرمني بأهل سندوني، لكن من كتر الحالات اللي بتتكلم عن أذية الأهل قلت لأ، ضروري نعمل حلقة عن كده. نسمع كده أول حكاية من حكاياتنا. أنا عمري 35 سنة. أبويا ربانا بعنف، وتربيته خلتني أبقى إنسان مؤذي زيه. لما اتجوزت بقيت أتعامل مع مراتي بعنف، بتعصب عليها لأتفه الأسباب، وأحيانا بضربها. الحكاية إني معيشتش طفولتي زي كل الأطفال. أبويا كان بيتعامل معانا بشكل وحش، أنا وأمي وأخواتي. كان في ضرب وإهانة على الصغيرة والكبيرة، لغاية ما أمي ماتت من القهرة. على قد ما زعلت عليها، على قد ما حمدت ربنا إنها ارتاحت. أبويا كان بيشرب مخدرات قدامنا، ولما عجز وقعد أنا اللي كنت بشتغل عشان أصرف على أخواتي. لكن لما اتجوزت لقيت نفسي بعمل زيه بالظبط، مش عارف ليه. على طول بقيت متعصب وبضرب مراتي زي ما كان بيضرب أمي، والغريبة إن هي متحملاني زي ما كانت أمي متحملة بالظبط. الإحساس ده بيوجع قوي. أنا بأذيها زي ما كانت أمي بتتأذى بسبب أبويا بالظبط. وكل ما اتخنق أفكر أشرب مخدرات زي ما كان أبويا بيعمل. مش عارف العقدة دي اتربت لي إمتى. حاسس إني لبست شخصيته وتحولت من شخص مظلوم ومقهور لشخص مؤذي. طبعا انت وفرت علينا مشوار طويل قوي انك انت شايف نفسك بالوضوح ده. خليني ابسط لك رد الفعل النفسي بتاعنا لما بنتعرض لقهر او ظلم في الصغر او حتى في حياتنا عموما. في نوعين من رد الفعل. رد فعل ان انا ببقى مش عايزه اي حد في الدنيا يشوف الاسى اللي انا شفته. يعني لو كان حد بيهني مش عايزه اهين حد، لو حد ضربني ابقى مش عايزه اضربه. وفي رد فعل تاني بيبقى موجود، وبالذات في السب كونشس او في الضمير الغير مرئي او الغير محسوس، ان انا ببقى عايز الكل يعيش العيشه السيئه اللي انا عشتها. في حالتك انت الموضوع للاسف انك من كتر العذاب اللي شفته ممكن يكون من جواك من غير ما تحس. طب هو غيرك ما يشوفهوش ليه؟ انت متضايق عشان مراتك انها بتشيل اللي شالته والدتك، بس من جواك انت بتفكر طيب ليه هي ما تتعبش زي ما امي ما تعبت؟ ليه الولاد ما يتعبوش زي ما انا تعبت؟ الحل للقصة دي هو حاجة بسيطة قوي، انك تفكر قد ايه انت بتحب ولادك،
وفي نفس الوقت تفكر قد إيه أنت اتوجعت، وتبدأ تشوف أنت متحمل عليهم وجعك. فوق نفسك، فوق روحك، إنك بتقرر الألم تاني بس في أقرب الناس ليك اللي هم أقرب منك ليك. افتكر على طول دمعتك ودمعة والدتك من العذاب اللي شفتوه. موضوع المخدرات انت بتتلكك الحقيقة، يعني موضوع المخدرات الحقيقة أنا مش شايفة إن عشان باباك كان بيشرب مخدرات قدامكم فدلوقتي انت بتفكر تشرب مخدرات. هي المخدرات ما بتجيش بالطريقة دي يعني، ومش شايفة إن الحالة اللي انت بتقولها حالة مستحقة بقى إن احنا نضرب مخدرات بقى وندمن. لا لا لا، موضوع المخدرات ده شيله من دماغك خالص، لأن هو بالنسبة لك هو عرضي، هو بس بيجي ذكراه مع ذكرى الماضي بتاع والدك. افتكر بتحب ابنك قد إيه، افتكر عذابك كان شكله إيه، افتكر والدتك حبيبتك تعبت إزاي، وافتكر إنك مش عايز حد يتعب التعب ده. إحنا ما بننتقمش باللي اتعمل فينا، بالعكس إحنا اللي اتعمل فينا نتمنى ما يتعملش في غيرنا. أشكرك. معانا بقى كمان رسالة صوتية. اتفضلي أو اتفضل. أنا عمري 18 سنة وعندي أختين بنتين أصغر مني. كنا أسرة سعيدة وبابا وماما بيحبوا بعض جدا وبيحبونا جدا. كانوا مهتمين بينا وبيودونا أنا وأخواتي النادي وبيشجعونا نلعب رياضة، وعشان كده أنا تميزت في لعبة التنس. فابتدى بابا وماما يهتموا بيا أكتر، لغاية ما في يوم حصلت لي حادثة وإيدي اتكسرت وحصل لي تمزق في الأربطة، وبسبب الحادثة دي بطلت ألعب رياضة. وبعد ما كان بيتنا سعيد بقى فيه جو حزن مخيم على بيتنا، وانا بقى عندي حالة اكتئاب ومكتئبة على طول، لغاية ما في يوم اختي الصغيرة دخلت عليا وقالت لي انا عاوزة اعترف لك بحاجة. انا مش عارفة احنا عملنا كده ازاي، سامحيني يا اختي، انا ما كنتش اعرف ان هيحصل فيكي كده. اعترفت لي ان هي واختنا الكبيرة لما لقوا بابا وماما ما بقوش بيهتموا بيهم زي الأول وكل اهتمامهم أصبح ليا، اتفقوا مع واحد يخبطني بالموتوسيكل خبطة صغيرة. أنا اتصدمت يا دكتورة وبقيت بكره اخواتي وفقدت الثقة في كل الناس، دول دمروني. أنا ساعات بحس إني مش قادرة أتحمل وعاوزة أموت نفسي. أعمل إيه؟ أنا مش قادرة أتخيل إن الأهل ممكن يوصلوا ولادهم من غير ما يشعروا إنهم يبقوا مجرمين. اللي حصل من إخواتك ليكي أنا بعتبره إجرام، بس مش قادرة أنسى إن هم وصلوا لكده نتيجة التفرقة الغير مقصودة من الأهل. إحنا لازم نراعي أولادنا في تعاملنا معاهم كلهم زي بعض. كون عندك بنت اتفوقت عن بنت مش معناها إن التانية هنرميها في الصندوق، يعني ما هي بنت برضو وممكن تتفوق في حاجة تانية. الدنيا ما بتقفش كلها عشان بني آدم واحد في البيت سواء بنت أو ولد. انتم من كتر ما حسستم اخواتها ان هم مش مالين عينكم، مش شايفين لهم قيمة، مالهمش لازمة، اتحول ده كله بحقد على اختهم. هم طيبين، بدليل ان البنت راحت قالت لها احنا مش قادرين من عذاب الضمير. هم مش وحشين، انتم اللي وحشين. انا بقولك الكلام ده عشان ما تحمليش اخواتك الذنب كله، مع ان انا معترضة على الاخر للي حصل. وانا دايما موضوع ان اي مضايقة تتقلب لاجرام بالنسبة لي ده خط احمر في اي علاقة من العلاقات. لكن هعتبر ان ده سنهم صغير والاهل كان عندهم كم من الجهل غير طبيعي في التعامل مع اخواتك. مش هقولك ما تزعليش، بس هقولك قدر الله ما شاء فعل، يمكن يكون خير ليكي. عارفة ان ده كلام بيطيب
ومش هو اللي ممكن يأثر معاكي، بس خلاص ده اللي حصل النهاردة. ابدأي بقى تاني، اتفوقي في حاجة تاني. اللي بيتفوق في شيء ممكن يتفوق في كل شيء. ابدأي تاني وسامحي. عارفة لو سامحتي هتحسي إنك تفوقتي على نفسك بالسماح.